خدعوك فقالوا حمى البحر الأبيض المتوسط هي مرض مناعي أوتو إميون ديزيز، والحقيقة غير كده خالص. مرض حمى البحر الأبيض المتوسط هو مرض جيني بيتنقل من الآباء للأطفال. ممكن ما يظهرش الأعراض على الأم أو على الأب، بس ممكن يكونوا حاملين الجين من الأجداد أو أجداد الأجداد. إذن هو مرض وراثي جيني التهابي ذاتي، يعني الجسم بيلتهب بدون عدوى بكتيرية أو فيروسية. بينتج عنه التهاب في الغشاء البريتوني اللي حوالين الأحشاء، أو التهاب في الغشاء البلوري اللي حوالين الرئة، أو التهاب في غشاء الطامور اللي حوالين القلب، أو التهاب في أغشية مفاصل الجسم. حمى البحر الأبيض المتوسط من اسمه كده بيصيب سكان منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، يعني بيصيب العرب والأتراك والأرمان والطليان. نادرا إنه يصيب الأمريكان أو يصيب بتوع جنوب شرق آسيا. بالنسبة لمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، 1 لكل 200 شخص بيجيله حمى البحر الأبيض المتوسط. بتظهر الأعراض في 80% من الحالات تحت سن 18 سنة، ونادرا لما تظهر الأعراض عند حد عدى ال 40 سنة. طيب إيه هي أعراض حمى البحر الأبيض المتوسط؟ من الاسم كده حمى يعني ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وبتكون مصحوبة بألم شديد في منطقة البطن نتيجة التهاب الغشاء البريتوني اللي حوالين الأحشاء. بيبقى المريض مش مستحمل حد يلمس بطنه، مش مستحمل حد يقعد جنبه على السرير. تاني عرض ألم في منطقة الصدر وصعوبة في التنفس نتيجة التهاب في الغشاء البلوري اللي حوالين الرئة، وساعات بيكون فيه التهاب في غشاء الطامور اللي حوالين القلب، غير وجع شديد في المفاصل نتيجة التهاب في أغشية المفاصل. الهجمة دي بتيجي للمريض كل 15 يوم، كل شهر، كل شهر ونص. بتقعد معاه الأعراض حوالي 3 أيام، ممكن تزيد يوم، ممكن تقل يوم. ازاي بقى بيتم تشخيص حمى البحر الأبيض المتوسط؟ مبدئيا كده ممكن أثناء الهجمة خلال اليومين 3 اللي بيبقى فيهم الأتاك نعمل للمريض تحليل صورة دم كاملة، ونعمل كمان تحليل CRP. في صورة الدم الكاملة بنلاقي كرات الدم البيضاء عالية شوية، معناه إن في التهاب شديد في الجسم. تحليل CRP أو البروتين النشط برضه بيطلع عالي، بس دول مش أكيوريت كفاية لأن احنا نقول إن ده مريض حمى بحر أبيض متوسط. الفيصل في الموضوع ده هو تحليل غالي شوية لأنه تحليل جيني، بس هو ده اللي بيجيب من الآخر. نيجي بقى لخطورة إن المريض يتكاسل إنه ياخد علاج الحمى بتاعة البحر الأبيض المتوسط. الخطورة هنا كبيرة جدا، لأن المرض ده بيعمل حاجة اسمها التشمع، وهو ترسب مادة نشوانية في أعضاء الجسم زي الكلية والكبد والقلب. المشكلة الكبيرة إن المادة دي لما بتترسب في الكلية ممكن تؤدي بسهولة لحدوث الفشل الكلوي. طيب هل حمى البحر الأبيض المتوسط ليها علاج؟ أيوة ليها علاج اسمه الكولشيسين، ولازم مريض الحمى يفضل ياخد الكولشيسين مدى الحياة، سواء ظهرت عليه الأعراض أو ما ظهرتش، سواء جات له الهجمة أو ما جتش، وده عشان يتجنب الآثار الجانبية اللي احنا لسه قايلينها من شوية اللي ممكن تحصل في أعضاء الجسم نتيجة تكرار نوبات حمى البحر الأبيض المتوسط. كل يوم معلومة جديدة.